عمرِك سألتِ نفسِك آمم، أنا ليه باقبل بحاجة أقل من اللي أنا أستاهله؟ يعني مثلًا أنا ليه أفرح بكلمة قليلة، وليه أرضى بمعاملة كده ناقصة حاجة، مثلًا أقول معلش أصل هو كده يعني هي هو ده اللي أنا أستاهله. أو مثلًا نقول إحنا ليه بنرضى بالقليل وإحنا جوانا نَفْس تستاهل أكتر من كده بكتير، تستاهل أكتر في الحُب، في الاهتمام، في الصُحبة، في الشغل، في التقدير، يعني في كل ده أنا يعني ليه دايمًا بيبقى في قليل؟ ليه دايمًا بنقول على القليل ده كفاية، ليه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب وفي أفضل حال وفي أتم صحة وعافية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. عايزة أقول لكم دي قناة حكاوي ستات. ال المكان يعني كده أنا باعتبر القناة دي مكان بنقعد كده نحكي فيه وأفضفض فيه معاكم عن أي حاجة كده بتخطر في بالي يعني، بنحكي عن وجعنا وعن عن اللي بنرضى بيه واللي نستاهله و وإن إحنا نوصل لأحسن حاجة وأحسن نسخة من نفسنا يعني. فلو أنتِ بقى أول مرّة بتشوفيني أنا مستنية منِّك الاشتراك واللايك علشان الفيديو يوصل لبنات وستات تانية يعني بيكونوا محتاجين بجد إنهم يسمعوا كلمة حلوة محتاجين يفهموا قيمتهم ويعرفوها. فيالّا بقى بينا نبدأ حكايتنا النهارده. يعني مش عايزة أطوّل عليكم، أنا عايزة أبدأ ب عايزين نعرف يعني إيه أصلًا كلمة قليل؟ ما هو أصل كلمة قليل دي مش دايمًا يعني بتبقى في الفلوس لأ هي بتبقى ممكن في الاهتمام مثلًا، بيبقى في ناس كده عارفة أنتِ اللي هي بتهتم اهتمام على الماشي زي ما بيقولوا، مثلًا في حُب كده تحسّيه نُص، نُص، يعني تحسّيه نُص قلب مش بقلب كامل كده وبقلب كبير وحُب كبير، تلاقي في صُحبة آمم، يبقوا معاكِ ويقرّبوا لِك في وقت الفراغ بس كده يعني، لكن وقت تكوني محتاجاهم لأ، ما تلاقيهمش. مثلًا تلاقي كده حد بيقول الكلمة الحلوة بيقولها لِك كده بالعافية، يعني مش هاين عليه يقولها، ليه؟ يعني مثلًا يعني هتلاقي القليل إنِّك بتحسّيه، أنتِ بتحسّي إن فعلًا أنا اللي بيحصل معايا ده لأ، ده قليل، أنا دايمًا باكون مثلًا آخر اختيار أو آخر حاجة ب ب بتخطر في بالهم وآخر حاجة مثلًا يقدّروها ويعرفوا قيمتها، يعني ما ابقاش ليه أنا أول الأولويات، يعني ليه أكون أنا ما أكونش أنا آآ يعني ليّا قيمة وليّا إني أستاهل أكتر من اللي أنتم بتدّوه لي ده، أستاهل كلمة حلوة تتقال بنِفس حلوة مثلًا. فيا ترى إحنا ليه بقى بنرضى بالقليل ده ها؟ قولوا لي كده أنتم في حد منكم كده يعني والّا طيب هو إحنا بنرضى بالقليل علشان اتعوّدنا؟ طيب هتقولي لي اتعوّدنا على إيه؟ آآ مثلًا اتعوّدنا آآ يعني إن كبرنا واتربّينا وإننا نسمع إيه،
آآ كلمة استحملي، ما تكبّريش الموضوع، آمم مثلًا أصل في غيرِك مش لاقي، صح؟ يعني باحاول باجمّع معاكم الكلمات اللي بتتقال كده. هو إحنا علشان طلعنا على الكلام ده، فإحنا بقينا نخاف إن إحنا نطلب أكتر؟ بقينا يعني بنخاف إن إحنا نخسر؟ طيب هو إحنا هنخسر إيه؟ يا ترى ه هن نخ يعني إحنا بنبقى خايفين إن إحنا هنخسر شخص والّا هنخسر إن إحنا هنبقى لوحدنا، أنتم فاهمين؟ ما هو مثلًا إيه، ففي ناس تقول لِك أهو يالّا أحسن من ما فيش، أهو ده اللي موجود، آآ لأ، ما هو ليه؟ علشان إحنا بنبقى مش شايفين نَفْسنا أو مش عارفين قيمة نَفْسنا، بنبقى دايمًا شايفين نَفْسنا قليلين، فبنرضى بأي حاجة. لمّا تبقي من جواكِ حاسة إن أنتِ مش كفاية وإن أنتِ قليلة وإن مش مهمة مثلًا، هتلاقي نَفْسِك يعني طبيعي أنتِ راضية بالقليل. زي ما قُلت إحنا اتربينا يعني إن إحنا ندّي أكتر من إن إحنا ناخد معاملة كويسة وناخد اهتمام وناخد حُب كبير أو حُب زيادة، لأ إحنا اتعوّدنا إن إحنا نطبطب وعلى غيرنا ونستحمل ونضحّي، وكمان إيه، يعني بننسى أصلًا إن إحنا أو يعني إننا إحنا اللي محتاجين كل ده، صح؟ بندّي كل حاجة لغيرنا، لكن الحاجات دي كلّها هتلاقي نَفْسِك أنتِ أصلًا محتاجاها كلّها، وتلاقي اللي حواليكِ بقى مش بيدّوها لِك على قد ما أنتِ محتاجة لها، فتلاقي بقى إيه، إن القليل ده بيعلّم الناس إنهم يدّوا أقل، ليه؟ ما أصل أنتِ لمّا بترضي بالقليل آآ هم عرفوا حدودِك خلاص، هم اتعوّدوا إنهم يدّوكِ قليل، فأنتِ بتبقي مبسوطة بقى وفرحانة، يعني سعيدة وطايرة بقى من السعادة إنهم ادّوكِ الحبّة القليلين دول، صح؟ ف فهُم طالما اتعوّدوا كده، هُم بُصّي، هُم كمان ما اتعوّدوش لإنهم يعني شايفينِك وِحشة مثلًا والّا أو هُم أصلًا وِحشين فبيدّوكِ كده، لأ، هُم بيتعاملوا كده لإن أنتِ اللي علّمتيهم يبقوا معاكِ كده، آآ أنتِ اللي عرّفتيهم حدودِك فين، فاللي يقبل القليل من الأول زي ما بنقول كده الفتات يعني الحاجات الفتافيت اللي في الآخر دي، فاللي يقبل بيها يعني مش هيستنى بقى اللي يجيب له رغيف عيش كده كامل، أنتِ قبلتِ بشوية فتافيت، صح والّا إيه؟ فأنتِ تستاهلي آآ أكتر، تمام؟ يعني تستاهلي اهتمام حقيقي، آآ كلام كده حلو يبقى طالع من القلب، مش كلمة كده وتبقى زي ما قُلنا طالعة بالعافية وخلاص يعني، لأ، يعني بُصّي، آآ تختاري الصُدفة الحلوة، مثلًا تختاري برضه إن أنتِ يتقال لِك كده أو حتى لو هتحسّيها أنتِ مهمة، أنتِ تستاهلي كل حاجة حلوة، تستاهلي المعاملة الحلوة والاختيارات الجميلة والصُحبة اللي ما فيش بعد كده والاهتمام والحُب تستاهلي كل حاجة، لكن ما تستاهليش إن يبقى
مثلًا ما تستاهليش إنِّك تتحبّي كده نُص، نُص، والّا مثلًا اللي هو نُص احترام وعدّي، والّا مثلًا نُص وجود، اللي هو أوقات تبقي موجودة وليكِ وجود كده وليكِ وأوقات لأ. فبُصّوا يعني أنتِ يا إمّا تبقي آآ تستاهلي كل حاجة تبقى كاملة، يا إمّا بلاش، لأ. يعني أنا دايمًا أقول كده. آمم يعني ده ربنا قال: "ولقد كرّمنا بني آدم." صح؟ يعني ربنا نَفْسه كرّمِك، كرّمِك من غير أي حاجة. يعني أنتِ ما عملتيش حاجة أهو وهو ربنا كرّمِك. طيب ما بالِك بقى، يعني أنتِ اتكرّمتِ لمجرّد إن أنتِ إنسانة، فما بالِك بقى باللي بيقِل منِّك. أنتِ إزاي تقبلي لنَفْسِك القليل، إنِّك تبقي حاجة كده قليّلة. أنا عايزاكِ كده يعني إيه، تجربي تسألي نَفْسِك ماشي، يا ترى لو دي كانت صاحبتي، أنا كنت هاقبل مثلًا المعاملة دي ليها، كنت هارضى لها بكده؟ طب بلاش صاحبتي، لو مثلًا لو كانت دي بنتي، أنا كنت هارضى ليها بكده؟ لأ، هتكون الإجابة أكيد لأ مثلًا. يعني في الحاجات اللي بنحكي فيها دي. طيب إذا كنتِ أنتِ مش قابلة الحاجة دي ومش راضية بيها لا لصاحبتِك ولا لبنتِك ولا لأي حد غيرِك، ليه تقبلي بيها لنفسِك؟ ليه ترضي لنفسِك إنِّك تتعاملي المعاملة دي، اللي أنتِ ما تحبيش تشوفي حد بيعملها لغيرِك أصلًا؟ فيعني لأ، أنتِ دايمًا قولي لنفسِك أنا أستاهل الأفضل والأحسن والأكتر والأجمل، أنا أستاهل كل الحلو، أستاهل كل حاجة حلوة. هو مش غرور، عشان في ناس هتيجي هنا بقى وتقول لي إيه، أصل أنتِ مغرورة، أصل أنتِ شايفة نفسِك، أصل أنتِ بتتكبّري على الناس. لأ يا حبيبتي، ده مش غرور ولا تكبُّر ولا شايفة نفسي ولا الكلام اللي بيتقال ده. ده عدل. من العدل إن زي ما أنا بادّيكِ كلام حلو، أنا كمان آخُد منِّك كلام حلو. زي ما بادّيكِ احترام، تدّيني احترام. زي ما أنا بادّيكِ آآ اهتمام وباهتم بيكِ طول الوقت مش في وقت فراغي بس، أنا كمان المفروض آخُد منِّك ده. يعني زي ما أنا بادّي، لازم أنا كمان آخُد على قد اللي أنا بادّيه، ما آخُدش أقل، أقبل ليه أنا بالأقل. ده عدل. والكلام ده يعني بُصّي، هو مع مرور الوقت كده هتلاقي أصل في الأول القليل بيبان إنه يعني إيه عادي، بتعدّي ما بتركّزيش، يعني بتقبلي مثلًا في الأول، لكن هتلاقي مع مرور الوقت أنتِ بتحسّي بنَفْسِك لأ، بتتوجعي، آمم بتتكسري. أنتِ فاهماني؟ يعني جاوبوني كده في الكومنتات وقولوا لي واصل لكم يعني كلامي أو فاهمين أنا أقصد إيه؟ طيب يعني عايزة أقول لِك يعني إيه، يعني بُصّي، خلّيكِ دايمًا آآ مع اللي بيدّيكِ قيمتِك ماشي، مش اللي فأنتِ قيمتِك في يعني اللي بيدّيكِ قيمتِك، مش في اللي يعني بيقِل منها أو بيخلّيكِ تشُكّي كمان في قيمتِك، لأ. وكمان يعني بُصّي، قيمتِك في اللي أنتِ بتحُطّي نَفْسِك فيه، خلاص؟ آآ عايزة برضه يعني في سؤال أسأله، إن ليه نرضى بالقليل؟ ليه بنرضى بالقليل؟ علشان يا ترى إحنا نسينا إحنا قيمتنا واصلة لفين؟ آمم يعني يا ريت بقى لكل بقى واحدة، يعني من النهارده كده
ما ترضيش بالقليل، أو ما ترضيش بحاجة مثلًا تقلل منِّك، توجعِك، تكسرِك، تنسّيكِ قيمتِك الحقيقية. يعني افتكري دايمًا إن أنتِ مش زيادة، أنتِ يعني مش زيادة عن اللزوم، لأ. يعني بُصّي أنتِ ولا أقل كمان من الكفاية، لأ أنتِ كفاية وزيادة، يعني أنتِ فاهماني؟ لا أنتِ قليلة أوي ولا أنتِ زيادة أوي، لأ أنتِ كفاية وزيادة شوية. واختاري كده دايمًا يا إما المعاملة اللي تليق بيكِ، ويا إما إنِّك تختاري بقى الوِحدة اللي تكرمِك، صح كده؟ المهم إنِّك بلاش تقللي من نفسِك ولا تكسري روحِك، بس. ده كان يعني رأيي، وموضوع كده كنت حابة أتكلم فيه معاكم. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة